مساء الخير ومساء الهنا ومساء السعادة على قلوبكم الجميلة الطيبة. هنعمل كده يا جماعة مع بعض زي ما احنا شايفين الملوخية الخضراء. دول 3 حزم هنعملهم مع بعض. انا هنا سايباها بس تنشف من المية. هوريكم الطريقة دلوقتي هتشوفوها معانا. الملوخية الخضراء مفيش اسهل ولا اسرع منها. هنعملها للمبتدئين، للعرايس، للبنات اللي لسه عايزة تخش المطبخ. هتبقى معايا هنا على القناة ان شاء الله سلسلة طبخ. هنبدأ بالملوخية. طبعا انا هطبخ النهارده وعملت هنا الفراخ، بس قلت عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم نبدا بالملوخيه. ان شاء الله هتشموا كده ريحه الملوخيه من اخر الدنيا، وهتسمعوا احلى طشه، وهتدوها كده وهتاكلوا ايديكم كده وصوابعكم وراها. مش هتدوها بجد، بس هتدوها بعينيكم الحلوه الجميله. فيلا بقى بينا نعمل احلى ملوخيه ان شاء الله. نبتدي بقى طريقة الملوخية مع بعض من الصفر للمبتدئين. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنمسك الملوخية بتاعتنا نغسلها حلوة قوي مرة واتنين وتلاتة عشان تنزل كل التراب والطينة اللي فيها. وبعدين هجيب مصفى نصفيها فيها. لازم تصفي المية بتاعتها تماما قبل ما احنا نخرطها، لان لو فيها مية بتبقى مزفلطة او فيها مية كده ممزلقة شوية، والملوخية بتاعتنا هتسود بسرعة. فلازم اللي هي تصفي المية بتاعتها بسرعة. لو احنا مستعجلين على الملوخية وعايزين نطبخ بسرعة ومفيش وقت، نقدر ان احنا نجيب فوطة ونلفها في قلب الفوطة، والفوطة دي تكون مخصصة للملوخية وبس، او العمايل للملوخية وبس. وبعد 10 دقايق بالظبط هتكون الفوطة شربت كل المية اللي فيها. يعني خطوة سهلة جدا وبسيطة. بصوا هنا انا بخرط الملوخية بعد ما نشفت. انا بحب اخرطها بالطريقة القديمة زي ما طلعت كده على الدنيا وتعودنا ان الملوخية بتتخرط. ما بحبش اعملها بمكنه الملوخيه، ولا بحب ان انا اضربها في الخلاط ولا الكلام ده، لان هي بتبقى سايله زياده عن اللزوم وممزلقه كده، وبتبقى عامله زي الشوربه قوي. لا، انا بحب ان احنا نغمز الملوخيه يكون ليها طعم كده. وكمان المكنه دي بعد كده بحس ان هي بتبقى مخليه الملوخيه غامقه شويه ومش فاتحه، او مش خضارها مش محتفظ بالخضار بتاعها. هنا انا كنت بوريكم الملوخيه ان انا بعد ما خرطتها هي لسه خشنه شويه. لازم نخليها ناعمه. طبعا الناعمه بتاعتنا دي بتبقى صغننه جدا جدا، مش اللي هي مزلقه كاننا عاملينها في المكنه، او اللي هي سايله خالص ميه، لا. بس تبقى مخروطه كويس جدا جدا وتبقى صغننه جدا. فانا وريتها لكم ان هي خشنه، وببتدي ان انا اعيد الخرط بتاعها وبكمل خرطها معاكم. ده كده كان الشكل النهائي بتاع الملوخيه بعد ما خرطتها. نبتدي بقى التسويه بتاعه الملوخيه وطريقه الطبخ بقى العسل اللي هتخليكم تتشجعوا كده وتروحوا تعملوا الملوخيه دلوقتي بعد الفيديو ده. هنا احنا عندنا الشوربه بتاعتنا، طبعا شوربه فراخ، شوربه لحمه، شوربه اي حاجه. بتبقى بقى فيها كل البهارات ومتبله كويس. انا حطيت واحده ماجي. تمام. مش حاطه ملح كتير في الشوربه الاساسيه، حاطه فيها كل التوابل اللي تتخيلوها. بس مش حاطه ملح كتير، فانا زودت الملح بتاعي بمرقه الماجي عشان بتدي طعم حلو. لو انتوا عايزين تستغنوا عنها ملحوا الشوربه كويس. حابين ان انتوا تضيفوا الماجي زي وتزودوا الطعم بتاعها العسل، يبقى ما تحطوش ملح كتير في الشوربه. تعالوا بقى نيجي هنا للثوم بتاعنا. طبعا انا حطيت الماجي في الشوربه بتاعتي وسايباها على النار عشان تغلي عقبال ما انا ادق الثوم. معايا هنا ثوم وكزبره، وكمان كنت حاطه كده معلقه من الهريسه البارده. هي مش حراقه، انا عامله حراقه للطبخ وعامله بارده كده لو احتجتها في اي حاجه. وانا باخد معلقه مع الثوم كده بتاع الملوخيه. الشطه دي بارده، فلفل احمر وكده دقه كده او هريسه بارده. فخدت معلقه منها مع الثوم مع الكزبره، اهم حاجه بقى عشان ريحه الملوخيه وطعمها والطشه. وبعدين نمسكهم مع بعض كده ندقهم دقه حلوه قوي. فانا هنا جيت عند الشوربه. طبعا كانت غلت، لازم تبقى الشوربه بتاعتي مغليه قوي علشان تبقى الملوخيه بتاعتنا سخنه. الملوخيه غلت، نزلت معاكم زي ما انتوا كده شايفين بالملوخيه شويه وقلبت. وبعدين عشان بس نقيس ان الملوخيه قد الشوربه، ما تبقاش تقيله، تبقى مظبوطه. وبعدين حطيت كميه الملوخيه وقلبت. والله شايفين الخضار، شايفين الطعامه، لونها اخضر ولونها فاتح، وكمان الطعم والله العظيم روعه. وزي ما احنا كده شايفين السمك بتاعها مظبوط، ولا تقيله ولا خفيفه، ولونها اخضر ومحتفظه كده بخضارها وطعمها كده وريحتها يفتح النفس. بصوا هنا بقى الطشه بتاعتي، تعالوا نسمع كده صوتها. الله الله. ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه الطعامه دي؟ ده ايه الحاجات اللي تفتح النفس دي؟ الله عليك يا سبوح.
بصوا يا حبايبي، زي ما احنا كده شفنا الملوخية وطريقتها والطشة القمر العسل. التومة بتاعتنا لازم تبقى محمرة كده حلوة، وننزل بيها بقى. والتومة بتاعتنا سويتها بمعلقة سمنة، وزي ما احنا كده حمرناها ونزلت بيها على الملوخية، وغرفت معاكم احلى طبقين ملوخية. والله طريقة الملوخية سهلة وبسيطة، وفي الاخر الطعم روعة. ايه رأيكم في الملوخية بتاعتي؟ وايه رأيكم في طريقتي؟ استنوني في الفيديوهات اللي جاية وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وشكرا لكم والسلام عليكم.